السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الرحمن علي، مؤسس صفحة موبايلز. في الفيديو ده هعرفكم ازاي ان انتوا تعملوا الأولوز اون ديسبلاي ويبان عليها الاستيكرات دي والويدجت كمان. تمام. او يبقى موجود كده قدامكم على اللوك سكرين زي ما انتوا شايفين اهو، الشخصية اللي انتوا كلكم بتسألوا عليها واللوجو بتاع موبايلز، وكمان عندكم هنا ايه الموضوع بتاع الويدجت بتاع الصلاة والايقونات الجانبية. طيب ازاي هنعمله؟ اول حاجة بس عشان نبقى متفقين، انا حولت الموبايل للغة العربية عشان اثبت لكم ان انا لو فتحت برامج الجود لوك فهي برامج الجود لوك كلها باللغة الانجليزية، مفيش حاجة بالعربي فيها ان انا اقدر اشرحها. اهو زي ما انتم شايفين البرنامج اللي انا هشرحه هو اللوك ستار، واللوك ستار كله اصلا بالانجلش. ويزيد بقى على ده ان اصلا الايقونه بتاعت اللوك ستار في اللغه العربيه اللي انا هبدا اغير منها واضيف لكم منها الحاجات دي مش باينه اساسا. تمام، يعني ما شاء الله مش باينه، فهنضطر طبعا ان احنا نرجع للغه الانجليزيه من اول وجديد. طيب بعد ما رجعنا للغه الانجليزيه الحمد لله، فهندخل على اللوك ستار. فهتلاقوا ساعتها البرنامج بدأ ان هو يتفاهم معاك ويبدأ يظهر الايقونه بتاعت اللوك ستار اللي هبدأ اضيف منها الحاجات اللي قدامكم على الشاشه. طيب مبدئيا نبدأ بالأيقونات الجانبية دي، وهي الفيفوريت ابس دي لو ملغية هيبقى المنظر كده قدامكم. هتدوس على اللوك ستار وهتدخل على الفيفوريت ابس. تمام، وبعد كده هتفعلها. هيسألك عايزها في انه مكان، ودي 3 اماكن بتوعها. المكان الجانبي ده طبعا افضل مكان، وهيبقى هنا عندك الاربع ايقونات دي او 3 ايقونات ما تقدر ان انت تغير منهم. طيب انا لو دوست عليها ببدأ ان انا اقدر اغيرهم، الغي الايقونة اللي انا مش عايزها واضيف الايقونه اللي انا عايزها، وطبعا منساش ادوس على ابلاي. طيب ده بالنسبه للشاشه الجانبيه. طيب بالنسبه للاستيكرات دي والويدجت، خلينا نبدا بالويدجت لانه اسهل. الويدجت ده عشان اضيفه او التطبيقات المصغره بعمل اب ويدجتس اول نوع. هيبدأ يقولك دي البرامج اللي عندك ودي الويدجز اللي تقدر تستخدمها. انا هنزل اهو لبرنامج موقات الصلاة مثلا، انا لقيت ده او ده ايا كان انت عايز انه، وليكن خلينا نحط واحد مختلف عن الموجود. انا هضيف ده مثلا، هتقوم قايل اد ويدجت. الويدجت هيبدأ بص يظهر عندك اهو، هتدوس عليه وتبدأ ان انت تحطه في المكان اللي انت عايزه. بس طبعا هيقولك في مشكلة في التحميل مش عارف لازم تدوس على علامة الاعدادات بتاعته، وهو ده تمام. عايز تغير في اللون بتاعه، في الالوان بتاعته، في شكله، في الديزاين، بعد كده تقوم عايز على حفظ، هتلاقيه يبدأ يظهر. هتبدأ بقى تكبر فيه وتظبط مقاسه وتحطه في المكان اللي انت عايزه على اللوك سكرين. طبعا اهم حاجة لما تعمل كل ده ما تنساش تدوس على علامة الدن، بحيث ان هو يسيف والحاجات دي تفضل قدامك على الشاشة. لو عايز تمسحه او ان انت عايز تغير شفافيته اهي، تمام، عايز تمسحه بتفضل دايس عليه اهو وتشده لحد سلة المهملات دي وكده اختفى. نيجي بقى للحتة الصعبة وهي الستيكرز. الستيكرز هتلاقيها هي تالت اوبشن عندك اسمه ستيكرز. لو دوست عليه مش هيظهر لك دول اللي عندك في الكيبورد لو انت عامل ستيكرز. ولو دوست على علامة الزائد مش هتضيف لك حاجة، وعلامة الاعدادات برضو مش هتضيف لك حاجة. طب اضيفهم ازاي بقى؟ طيب خلينا نرجع كده. أنا عندي دلوقتي الصورة دي، عايز اخلي الراجل ده هاخده تمام وهسيفه عندي في الكيبورد عشان احطه مثلا على علامة القفل اللي فوق في الشاشة. طيب هعمل ايه؟ في السامسونج في عندك ان انت تفضل دايس على الصورة كده، تمام، ومش في كل الاجهزة ممكن تلاقوا الموضوع ده للاسف. بس اهو ده مثلا عندي، هتلاقي ان انت شدتها كده، هتبدأ بقى ان انت تدوس على edit. جميل. وعايز ان انا اشد الراجل بس والغي القفل ده، فانا هعمل دي select وهلغي كل القفل ده. بعد ما لغيت القفل اهو هقوم عامل سناب تو شيب، وهاخد كده الشيب بتاع ايد الراجل بالمفتاح لحد ما تظبط، لحد ما تظبط معاك. يعني حاول بقى ان انت تعمل الموضوع ده اكتر من مرة، تمام، لحد ما تظبط معاك بالشكل اللي يرضيك واللي انت عايزه بالملي. بعد اهو كده ما ظبطت معايا هقوم قايل له نيكست. هيقول لي تمام، عايز انت تعمل خلفية ليه ولا لا؟ هقول له لا انا تمام، هعمل سيف. سيف از في سيف از ايمج وسيف از ستيكر. هحط سيف از ستيكر. تمام، دي دخلت اوتوماتيك عندي في الكيبورد خلاص. لو انا رجعت لبرنامج اللوك ستور ودوست على اللوك ستور وعملت ستيكرز، تمام، هلاقي الستيكر عندي ظهر بتاع الصور ده، واهو الراجل ظهر عندي اهو. اقدر ان انا اخده في اي حته اهو، اكبره اصغره،
وزي ما انا قلت لكم انا عايز اعمله عشان احطه ايه عند القفل فوق اهو. جميل. وبعد كده هقوم دايس مثلا done، وبكده هيكون اللوك سكرين اهو الجديد، والراجل واقف فوق اهو عند علامة القفل. وطبعا صور كتير وتقدروا تعملوا كده. في طريقة تانية عشان تعمل موضوع الستيكرز ده، وطريقة اسهل بكتير. هتيجي في اي نوت فاضية، اي نوت فاضية عندك، هتدوس على علامة الايه الايموجيز دي، وهتلاقي عندك علامة يا اما حاجة من الاتنين. لو انت في ابديت جديد زي ال One UI 7 هتلاقي عندك علامة اللي هي بتاعة ال AI stickers دي، هتدوس عليها. لو ما عندكش دي هتبقى بشكل ايقونة برنامج الصور. تمام. اول ما هتدوس عليها وتعمل اد هنا، هيقولك انت عايز تعمل ستيكر بمعنى ايه. انت ممكن ان انت تألف ستيكر وتكتب وهو يألف لك ستيكر. تمام. وليكن مثلا ممكن نقول ايه مثلا، هقول لكم ممكن مثلا نكتب ان هو مان مثلا، انا بس عشان مش شايف الشاشة كويس، مان on a chair مثلا، ان هو يبقى قاعد على كرسي، وخليه مثلا 3D ايموجي واقوم عامل له generate. طيب كده هو هيبدأ يعمل generate ليه، وهيبدأ يجهز لي اهو الستيكر اهو. شايفين الستيكر؟ انا لو دوست done بصوا الستيكر عامل ازاي. انا بقى ممكن اعمل ايه، اقوم دايس على الستيكر ده واقوم عامل له سيف ايمج. لو انا دخلت جوه في الايمج هلاقي الستيكر اهو. ممكن اقوم فاضل دايس برضو على الراجل زي ما قلنا زي ما اتفقنا، وان انا اعمل edit. ماشي. وممكن اشيل الكرسي بقى اقعد اعلم كده لحد ما اجيب الراجل بس. بعد ما جبنا الراجل بس تمام، هقوم دايس على next. الراجل بقى فاضي اهو. هقوم عامل سيف وسيف از ستيكر. هتلاقوه ان هو سيف اوتوماتيك جوه الكيبورد، واقدر ان انا لو دخلت البرنامج اللوك ستور تاني وعملت اد اهو للستيكر، هلاقي الراجل قاعد بالكرسي بتاعه او من غير الكرسي. وايه ممكن اخد الراجل بقى اللي بدون كرسي ده. تمام اهو، احطه بقى اقعده على اي حتة هنا عندي على الشاشة، ومنساش طبعا ادوس done. وبعد كده اتاكد ان كل حاجة مظبوطة كده اهي. تكونوا ازاي يعني ايه اتعلمتوا ازاي ان انتوا تعملوها بكل بساطة. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايك والشير، وانكم تفيدوا زمايلكم. ومع السلامة.